أشياء. مشكلتنا كما قلنا أننا فعلنا الإيمان بالجن والشياطين أكثر من تفعيلنا الإيمان بالنور المحمدي وجنوده صلى الله عليه وسلم. أرانا درنا منا إلغاء التفعيل، يعني ما كانش الإيمان به، ما كانش في هذا الشيء، مش مثبت أصلا هو عندك. يعني أنت البعد الغيبي للشيطان آمنا به، أن الشيطان موجود وباقي إلى يوم القيامة وعنده جنود، وهؤلاء الجنود عندهم درجات نؤمن بهم بالتفصيل، وعارفين أسامي الشياطين وعارفين مهماتهم في الكون كذلك. الجن العاشق والجن من يعرف كذا والجن كذا، وكل يوم يخرجون شيطان جديد يعني. ولكن في الجند المحمدي إذا جئت وقلت له الإيمان بسيدنا صلى الله عليه وسلم أو الإيمان حتى بالملائكة الذين هم وسائط للمدد، لا نجد هذا الجانب. هذه هي كما قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أكثرهم بهم مؤمنون، الأكثرية يؤمنون بالجن، والأقلية وقليل ما هم الذين يفعلون جانب الإيمان بالنور المحمدي والملائكة وهذا جانب المدد. نؤمن أن الإنسان بشر يمشي بعقله بنفسيته بتمام قواه، وأنه به مس من الشيطان فيصير يهذي ويتكلم باسم الشيطان. نؤمن بهذا الجانب، مع أن الشياطين لا نراهم، ولكن إذا جئت له وقلت له المدد يقول لك لا. البعد الغيبي الذي فيه الشياطين نفسه البعد الغيبي الذي فيه يعني الملائكة أو في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقدس. ولكن أقصد هنا البرزخية، يعني بينك وبينه عالم غيب. فلماذا تؤمن هنا ولا تؤمن هنا؟ يقول لك هو ميت صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا تفهم أنت بكلمة الميت؟ الميت عندك العدم أم انتقال من دار إلى دار؟ إذا كانت الموت عندك هي العدم فقد أنكرت معلومة من الدين بالضرورة، وهو القبر. إما أن يكون حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، أي صاحبه إما أن يتنعم أو يعذب. فسيد الوجود صلى الله عليه وسلم أين رتبته؟